والاستاذ تامر بيقول 3 2 1 اكشن، هو لسه بيقول اكشن، انا جوايا بقول انا اتفضحت، انا هكتشف ان انا ماليش في التمثيل، انا مش عارف انا هعمل ايه. فعلا الاحساس ده جابه ازاي؟ انا ما حضرتوش. وفجأة الاقي نفسي عامل مشهد الناس كلها بتتكلم عنه والناس بتسقف في اللوكيشن. ده انا دايما بقوله بقى لاصحابي الصغيرين او اللي بيبتدوا، خلي بالكم ان هو ربنا بيبعت الموهبه، مش الموهبه مش بتاعتك اصلا، هو بعتها لك، بيديك خصائص ليها بقى انك تلهم وانك يجي لك حاجات انت مش فاهمها، يعني بيبان لك نفحات، يعني يقول لك دي نفحه. ده حصل لي كتير جدا. مشهد موت اخويا مات في ايدي ده، انا مش عارف انا هعمله ازاي وطلع كده. مشهد امي وهي بتعاتبني ما اعرفش كانت جايه منين ده، وانا بتفرج اقول انا عملته امتى. وتاني يوم قبلها في التصوير بقول لي انا ضعت، انا واضح ان انا طلعت فاشل واللي فات ده كان كله حاجات سهله يعني وكده. اتفاجئ بقى بعرض المسلسل والناس بتتكلم، ما بيدرسناش ليه شبهي. لكن لو قررت ان انا امثل نفسي هطلع فاشل جدا، مش هتعرف توصف نفسك. يعني لازم انت كمؤلف تكتبني، يعني اروح استاذ ضياء كده اكتبني يا استاذ ضياء، لو كاتبني في سيناريو وابتدي اشتغل عليه. لكن تقول لي مثل نفسك، ما انسى ان في ممثل يقعد يمثل نفسه. الحاله الوحيده اللي ممكن الممثل هو نفسه، اللي هو الممثل الضعيف اللي كل ما تحطه في اي دور هو نفسه، نفس الاداء، نفس الاكشن، نفس النظرات، نفس التكنيك، نفس البدله. يعني ساعات يعني انا بقى يعني كان في ممثل يقول لك انا رايح الشغل، عندنا ممثل يقول لك رايح فين؟ رايح الشغل، مش حاجه في التمثيل، رايح الشغل، رايح التصوير، رايح البلاتو. استاذ جلال الشباب بيقول لك ايه؟ ما عندوش غير الشويتين دول. بالظبط. دايما المصطلح ده حقيقه، ده حقيقه فعلا. كلمه لو عمل الحبتين بتوعه، عمل الشويتين بتوعه ومشي، يعني ما عندوش حاجات تانية. في ممثلين انت مش منتظر منهم دهشه. الممثل اذا ما ظلش طول حياته مدهش ومفاجئ بيبقى ممثل عادي. وما تقيسش على نفسك، دايما انت كممثل قيس على بيتك وعلى اخر من وصل في علم الفن ده. هتلاقي الامريكان، الروس، سابقنا كتير، هم سابقنا، ومجتمع كده بيفرض عليك شكل اداء. يعني اقول لك على حاجه، انا في ممثلين، انا كنت بضرب نموذج مثل ممثل، في ممثل مهم جدا جدا بحبه قوي، انا يعني بحب اتابعه. انا اتفاجئت بيه من يأسه بدأ يعمل الحبتين اللي الناس بتحبهم، اللي هو عايز يقول يا جماعه دول انا بعملهم اهو. طبعا انا زعلت منه بس ما قدرتش الومه، وقلت حقه، والجمهور بقى بيحب الحاجات دي، الحاجات الاوفر. وهو ممثل من الممثلين انا يعني اتعلم منه. عمرو عبد الجليل؟ لا، حد من جيلي يعني، بقول لك اللي بتكلم ده عمرو عبد الجليل موضوع تاني خالص. عمرو عبد الجليل ده كائن خرافي اساسا، طبعا كائن فضائي يعني، ده يتكتب عنه كتاب لوحده، من اجمل الشخصيات اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته يعني. ده بامانه يعني، اكيد كل حد اتعامل مع عمرو عارف ان عمرو ده انسان بسيط صحيح، وسبب حب الناس لان هو اصلا ما عندوش اي ذره غرور او اي حاجه من الحاجات دي. بني ادم يوصل بسرعه. طب انت اتكلمت عن نظريه التقمص تامر محسن حاجه، تامر محسن مهم بشكل غير طبيعي يعني. لما سالني في اسلوبه كان هو رشحني من غير ما يعرف انا هلعب ايه. هو طلب احمد وفيه، قال له انا عايز احمد وفيه معاك في المسلسل ده، كان اول مره اتعامل. وده برضه اسلوب مخرج. هو طبعا تامر هو اللي بتطالع مش احنا اللي بنختار. قال لي انت ايه الدور اللي انت شايف حابه اكتر فيه؟ قلت له انا ممكن اعمل 3 عادي كلهم حلوين، واللي انت هتشوفه انا هعمله. انا مقتنع بيه قوي، انا مؤمن بتامر التسليم. قلت له بس الدور ده اهو ما اعرفش، حاسس ان انا نفسي اعمله، بس برضه انا قلت له بس انت حر. ودي حاجه مهمه لازم الممثل